بيان إلى الرأي العام. تلقينا في حركة مؤتمر ستار نبأ تعيين المدعو حاتم أبو شقرة قائدا للفرقة 86 في الحسكة والرقة والدير الزور، والتي تتبع لوزارة الدفاع ضمن الإدارة الانتقالية السورية. أننا ضمن الحركة نرى هذه الخطوة خطوة عدائية ضد مكونات المنطقة وضد إرادة المرأة السورية الحرة وحقوقها، كما أننا نعد مثل هذا التعيين عملا منافيا للعدالة الانتقالية وللعموم المرحلة الانتقالية التي نحتاجها كسوريات وسوريين. في الوقت الذي ندين فيه هذه المقاربة الغير المسؤولة، فأنا نعدها خطوة منافية للاتفاقية 10 من آذار المنصرم الموقعة بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية ورئاسة الإدارة الانتقالية، ولا سيما البنود المتعلقة بحقوق المكونات وحقوق المرأة. وبناء عليه فأنا نطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار المتخذ وتقديم المدعو حاتم أبو شقرة إلى المحاكم المختصة لمحاكمته محاكمة شفافة وعادلة. كما نطالب من الذين اتخذوا هذا القرار السائد تقديم الاعتذار الفوري من العائلة الشهيدة السياسية هافرين خلف التي تم تصفيتها مع مرافقين لها على يد القاتل المجرم أبو شقرة، كما تأكد تورطه في المشاركة بقتل العشرات من الإيزيديين ومن عموم شعبنا أثناء وجوده بين صفوف تنظيم داعش الإرهابي. إننا نؤكد في حركة مؤتمر ستار بأن مصداقية الإدارة الانتقالية السورية ونتيجة لهكذا أفعال باتت على المحك، وذلك في نظر المنطقة والعالم أجمع. كما أننا نحذر الإدارة الانتقالية من أن المقاربات الإيجابية التي تبديها بعض الحكومات الإقليمية لن تشفع له نتيجة ما يرتكبه من أفعال ومقاربات غير وطنية. مجلس مؤتمر ستار 7/5/2025.